السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي مقاتلين الصف الثاني الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تبقوا زي القشطة. النهاردة يا جماعة هنحل أسئلة الدرس الأول عندنا بس في الوحدة الثانية، درس جغرافيا بعنوان سكان الوطن العربي، ولكن بعد إذنك أنت عارف هتعمل إيه؟ حضر ملزمتك، حضر قلمك، سمي الله، يلا بينا. الدرس الثاني معايا هو بعنوان سكان الوطن العربي. تعال نشوف كده السؤال الاول بيتكلم عن ايه. هو اختر الاجابه الصحيحه. طيب، واحد، ظهر اثر الزياده غير الطبيعيه بوضوح في دوله نقط. غير طبيعيه يعني بنتكلم على الهجره في دوله ايه؟ مصر، سوريا، السعوديه، اليمن. برافو عليك، طبعا هي السعوديه. بنهاجر للسعودية. طيب، اتنين، يرتبط توطن السكان في مناطق الواحات بإيه؟ سهول فيضية ولا مياه جوفية ولا مناخ معتدل؟ والله ما أنا مكمل الباقي لأن هيبقى على طول مياه جوفية واحات. ثلاثة، من الدول العربية التي أثرت الحروب والصراعات في عدد سكانها وكثافتها. يا ترى إيه الدول اللي أثرت الحروب والصراعات في عدد السكان عندها؟ مصر، فلسطين، الإمارات، السعودية. طبعا أنت أكيد عارف إن هي للأسف دولة فلسطين. طيب، أربعة، من البلاد العربية التي تعاني قلة في الموارد الاقتصادية، يعني ما عندهاش شغل كتير. مصر، الكويت، السعودية، الإمارات. طبعا أكيد أنت عارف إن هي للأسف مصر. طيب، خمسة، دول الخليج من الدول الوطن العربي التي لديها ايه؟ يا ترى بقى فائض في السكان وعجز في الموارد؟ ولا فائض في السكان والموارد؟ ولا عجز في السكان وفائض في الموارد؟ هي دي، عجز في السكان وايه؟ وفائض في الموارد. ستة، من الدول العربية التي تعاني نقصا في الايدي العاملة، يعني ما عندهاش ناس تشتغل بس عندها شغل. يا ترى ايه بقى؟ سوريا، مصر، الكويت، الجزائر. طبعا انت عارف ان هي السعوديه والكويت، فالكويت اهي، يبقى الكويت صح. طيب، رقم 7، من الدول العربية التي يرتفع بها معدل البطالة، عندها بطالة كتير قوي. دولة ايه؟ سوريا، الكويت، الامارات، ليبيا. طبعا انت خدت ان سوريا ومصر للأسف عندهم بطالة. طيب، 8، تتشابه مدينتي القاهرة والإسكندرية في الكثافة السكانية بسبب توافر إيه؟ حرفة الرعي ولا الصناعة ولا التعدين ولا الزراعة؟ طبعا هيبقى برافو عليك النشاط الصناعي، عشان في عندي مدن صناعية. طيب، يلا نشوف صح وخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر معدل النمو السكاني في الوطن العربي معدل منخفض عن او على المستوى العالمي. طبعا يا جماعه خطأ، ده معدل مرتفع جدا 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 جدا. 2، ترتفع نسبة الوفيات في بعض الدول العربية مثل الصومال. ايوه للاسف، بسبب طبعا الايه؟ المجاعات، مش لاقيين اكل. 3، تنخفض الكثافة السكانية في وادي النيل بمصر. نعم طبعا غلط، ترتفع جدا. 4، يظهر اثر الزيادة غير الطبيعية، يعني اللي هي الهجرة، في نمو سكان دول الخليج العربي. ايوه طبعا الاجابة صح. طيب، 5، يفضل السكان الإقامة في المناطق السهلية الخصبة، بيحب يقعدوا في مناطق السهول الخصبة. طبعا أيوة الإجابة صح. 6، يقل السكان في المناطق ذات المناخ الحار والجاف. أيوة طبعا صح، السكان هيقلوا جدا في الأماكن اللي فيها مناخ حار وجاف. توسط الكثافة السكانية في المناطق الرعوية، يعني الراعي المناطق هناك السكان هناك متوسطين. طبعا الإجابة خاطئة. ليه بقى؟ ده نادرة مش متوسطة، يعني هنشيل الكلمة دي كده ونكتب إيه؟ نادرة السكان. طيب، 8، توافر وسائل النقل والمواصلات من العوامل البشرية التي تجذب السكان للإقامة والاستقرار. طبعا الإجابة هتبقى صح.
صح مليون في المية. طيب 9، تعاني مصر نقصا سكانيا وزيادة في الموارد الاقتصادية. تعاني ايه؟ تعاني مصر نقصا سكانيا، يعني السكان عندها قليلين وعندها موارد اقتصادية كتير. طبعا الإجابة غلط، ده العكس، ده بتعاني من زيادة في السكان وقلة في الموارد. طيب 10، تعد مصر من دول الوطن العربي التي لديها فائض في القوة العاملة. دول الوطن العربي لديها فائض في القوة العاملة، أيوة عندنا قوة عاملة كتير جدا. طبعا الإجابة هتكون صح. طيب تعالوا نكمل أسئلتنا. اكتب ما تدل عليه كل عبارة. هقول لك عبارة وتقول لي أنا بتكلم على إيه بالظبط. العلاقة غير المتوازنة بين السكان والموارد الاقتصادية دي بسميها إيه بقى؟ برافو عليكم، المشكلة السكانية. المشكلة السكانية. المشكلة، تعالي حرف الكاف، السكانية. طيب 2، انتقال الفرد من منطقة لأخرى بغرض الإقامة والعمل. دي إيه؟ برافو عليك، الهجرة. الهجرة. طيب 3، زيادة عدد السكان في الدول المستقبلة للمهاجرين. دي بسميها إيه؟ زيادة غير طبيعية، بسميها زيادة غير طبيعية. طيب 4، نسبة عدد السكان إلى المساحة التي يقيمون عليها. دي بسميها إيه؟ بسميها الكثافة السكانية، بسميها الكثافة السكانية. طيب ما المقصود بكل من نمو السكان او نمو السكان؟ هو زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة. هو ايه؟ زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة. 2، الزيادة الطبيعية. يعني ايه كلمة زيادة طبيعية؟ هو الفرق الناتج بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. هو ايه؟ الفرق الناتج بين معدل المواليد والوفيات. تعالوا نحل السؤال اللي انتوا كلكم بتحبوه وبتموتوا فيه. بما تفسر ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية لسكان الوطن العربي. ليه معدل زايد قوي؟ بسبب ايه؟ بسبب ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. بسبب ايه؟ ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. طيب بما تفسر انخفاض معدل الوفيات. ليه معدل الوفيات قليل؟ بسبب ايه بقى؟ 3 حاجات. اول حاجه تحسن الاحوال الصحيه. 2، ارتفاع مستوى المعيشه. 3، تقدم الرعايه الطبيه للاطفال او الرعايه الصحيه للاطفال. يبقى بسبب 1 تحسن الاحوال الصحيه، 2 ارتفاع مستوى المعيشه، 3 تقدم الرعايه الصحيه او الرعايه الطبيه للاطفال. والسؤال ده تاخد بالك منه، خطير ومهم قوي. طيب س3، ارتفاع بعض الوفيات بقى في دول الوطن العربي زي مثلا الصومال والعراق وسوريا وفلسطين. بسبب ايه بقى؟ بسبب الحروب والمجاعات. بسبب ايه؟ الحروب والصراعات والمجاعات. بسبب الحروب والصراعات والمجاعات. طيب في سؤالين يعني اجابتهم واحده. السؤال بيقول لك بما تفسر ارتفاع الكثافه السكانيه في وادي النيل ودلتاه بمصر، او يتنكر السكان حول السهول الفيضيه بالوطن العربي. ليه بقى؟ بسبب وجود مياه عذبه وتربه خصبه. بسبب وجود الايه؟ المياه العذبه والتربه الخصبه. طيب يفضل سكان اليمن ولبنان سكن الجبال. ده سؤال مهم قوي قوي قوي. ليه بقى؟ بسبب اعتدال المناخ. بسبب ايه؟ اعتدال المناخ. المناخ عندهم معتدل وحلو جدا فوق الجبال. يبقى عندي دولتين اللي هم اليمن ولبنان، دول مالهم يا باشا؟ دول بيفضلوا ان هم يسكنوا فوق الجبال. ليه بقى؟ اشمعنى؟ بسبب ايه؟ بسبب اعتدال المناخ. طيب يتنكر السكان الوطن العربي في مناطق التعدين واستخراج البترول بسبب توافر فرص العمل وارتفاع الايه؟ الاجور. بسبب ايه؟ توافر فرص العمل وارتفاع الاجور، الفلوس يعني.
طيب 7، ظهور المشكلة السكانية في الوطن العربي. ليه عندي مشكلة سكانية؟ بسبب ايه بقى؟ بسبب العلاقة الغير متوازنة بين عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة، حيث هناك دول تعاني من قلة في السكان وزيادة في الموارد مثل السعودية والكويت، ودول تعاني من زيادة في السكان وقلة في الموارد مثل مصر وسوريا. أنا حليت معاك كده شوية أسئلة، وبعد إذنك الباقي ده كله بقى هيبقى واجب. هتعمل إيه؟ بص يا نجم، هتحل الكلام ده كله في ورقة خارجية، هتصور الورقة تحط لي الورقة دي على جروب الفيسبوك بتاعي اللي هو اسمه مقاتلين مستر احمد خليفه في الدراسات الاجتماعيه، وهتلاقيني برد عليك يا اما في كومنت او برد عليك ببوست مختلف خالص علشان اديك او اعرفك الاجابات بتاعه الاسئله بتاعه الواجب. وعملت معاك كده ليه؟ هقول لك للمره ال14 علشان تعتمد على نفسك، ما تعتمدش عليا اعتماد كلي، لا، امسك قلمك ورقتك، ابدا حل اسئلتك وشوف الدنيا فيها ايه. ربنا يوفقكم، اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد بحل فيه برضو اسئله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.